هو بص، انا هقول لك حاجه. انت لو ما عملتش الحاجات دي واللي هو يعني عملت العجب كله، انت مش هتوصل لحاجه. انت لازم بص تتشقلب، مش عارف تذاكر هتتشقلب، يعني هتتشقلب. انت شفت الكلام اللي انا عامله، الكلام اللي انا كاتبه. ف انا دلوقتي، انا طبعا مش هلحق ان انا اصور الفيديو. في دلوقتي اذان الفجر هيأذن، فهروح اصلي الفجر واجي هقوم اجهز بقى وهاجي لك. يعني والله هقول لك حاجه كده، استناني استناني. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. خلصنا صلاة الفجر الحمد لله. إيه، انا مش عارف وانا باين اصلا في التليفون ولا لا عشان الدنيا ضلمه. المهم، إيه، عايز اقول لك حاجه. يعني هو احنا كلنا مقصرين وكل حاجه. إيه، بس صلاه الفجر يعني انا على فكره، انا ايام كتير قوي. إيه، صلاه الفجر يعني مش كتير قوي يعني، بس لا ايام كتير قوي صلاه الفجر ممكن تضيع مني. بس يعني الواحد بيجاهد نفسه ان هو يصلي الفجر في المسجد. يعني من اسباب رؤيه الله سبحانه وتعالى انك تشوف وش ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، انك تكون بتصلي الفجر، تصلي الفجر في المسجد كمان. إيه، فاللي هو انت لازم تعمل كده. انت ما ينفعش تعمل غير كده. يعني انت لو ما عملتش كده يعني، احنا عايشين علشان خاطر احنا عايزين ندخل الجنه. احنا عايشين ليه؟ احنا يعني حرفيا هي الحياه دي كلها اصلا ملهاش 30 اللازمه. احنا عايشين عشان خاطر ندخل الجنه. فاللي هو جاهد نفسك. انا مش بقول لك الكلام ده يعني من منظور ان انا شيخ. انا والله انا مش شيخ ولا انا اي حاجه. يعني انا اقل منك مليون مره، اقسم بالله العظيم. يعني حرفيا انا اقل منك. انا هقعد هنا عشان خاطر بس ايه؟ الاضاءه اللي فوق ده هي. المهم، يعني يا رب بس صوتي يكون واضح عشان انا تليفوني المايك بتاعه بايظ. المهم، انا مش شيخ ومش اي حاجه، لكن يعني كان لازم ان انا اقول لك الكلمتين دول. انت لازم تقرب من ربنا. احنا ممكن تموت في اي وقت. انا ممكن ما اكملش اصلا بقيه الفيديو وتلاقيني اموت دلوقتي عادي. يعني هتبقى شيء، يعني ده بتاعت ربنا ومحدش عارف هو هيموت امتى. فلازم تقرب من ربنا، لازم تنزل. يعني مثلا هو طبعا القرب من ربنا بحاجات كتير، بس حاجه زي دلوقتي زي صلاه الفجر. انت مثلا كنت قاعد بتذاكر وفضلت صاحي لحد صلاه الفجر، انزل صلي في المسجد. حتى لو انت عندك امتحان الصبح ما تقولش اصلا انا عندي امتحان عشان الحق انام. لا معلش، العشر دقايق دول مش هما اللي هيأخروك عن الامتحان ولا هما اللي هيزودوا لك نومك يعني. معلش، لا ده بالعكس، ده ربنا. انت لما تروح تصلي وتيجي، ان الساعه اللي انت هتنامها او الساعتين او الثلاث ساعات اللي انت هتنامهم، ربنا هيبارك لك فيهم. تخيل ان النوم ربنا هيبارك لك فيه. هتقوم شبعان وهتقوم الدنيا زي الفل وهتقوم مزاجك عسل جدا. انت فاهم؟ وكمان هتلاقي ربنا هيوفقك في الامتحان. لاحظ كده، يعني في يوم انزل صلي الفجر في المسجد، وشوف انت هتعمل ايه في الامتحان في اليوم ده. وشوف يوم انت ما نزلتش صليت فيه في المسجد، وشوف برضه انت هتعمل ايه في الامتحان ده. طبعا هو كله توفيق ربنا، بس لاحظ شوف الفرق كده ما بين يومك هنا ويومك هنا. يعني من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. انت في حماية ربنا. انت فاهم؟ يعني انت في حماية ربنا اللي خلقك وخلق كل شيء. ويعني انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انت في حمايته. انت لازم يعني انت لازم تبين حاجة كده. يا سلام انك تكون في حماية ربنا طول اليوم. فما ينفعش تأثر في صلاة الفجر. صلاة الفجر دي بص يعني من أهم الصلوات اللي أنت لازم تصليها. لازم لازم. دي صلاة فريضة، ده فريضة مش سنة. مش سنة إنك حتى لو أنت بتصلي كل الفروض في المسجد وجيت على صلاة الفجر ما تصليهاش في المسجد. يعني لا، لا، لا. يعني بالذات صلاة الفجر، أنت بتروح تصليها الصبح غلط. غلط 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 ومليون غلط، أقسم بالله. خلي عندك كل يوم النية. طب لو أنت حتى بتنام بدري، خلي عندك كل يوم النية انك هتصلي الفجر، فتظبط المنبه. لازم يكون عندك النية. اعمل تشقلب، لازم يكون عندك النية وتظبط منبهك انك تصحى تصلي الفجر. بس عشان ما اطولش عليك في موضوع صلاة الفجر يعني، وعشان اروح البيت واكلمك. طبعا الفجر ده اهم موضوع طبعا، بس انا هطلع بقى عشان اكلمك في اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. يلا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انت قاعد مستني وبتقول انت كنت عايز تقول لنا ايه في بداية الفيديو خالص، وانا بقول لك انا عايز اقول لك على حاجة. كنت انا قاعد امبارح، كنت انا ماسك التليفون تمام، فكنت بقرا يعني، فجاء قصه قدامي يعني تمام، يعني ذكرتني بحاجه يعني. فكان اللي هو الصحابي زيد بن، كان لسه صغير تمام، مش فاكر كان عنده 13 سنه ولا 15 سنه، بس كان لسه صغير. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيجيله رسائل من اليهود، فاللي هو الرسائل دي كانت محتاجه ان هي تترجم تمام، اللي هي اللغه اليهوديه وكده. فالنبي عليه الصلاه والسلام سال زيد بن، قال له تعرف انك تتعلمها؟ فقال له طبعا اقدر تمام. فتخيل ان هو اتعلم اللغه دي في 15 يوم، في نص شهر. لغه اتعلمها في نص شهر. لغه بقى ايه بقى؟ لا بص، انا هقول لك حاجه، مش لغه عاديه ان انا مثلا ادخل امتحان وامتحن، لا، قراءة كتابة كل، بص اللي هو اتقن اللغة. انت فاهم يعني ايه اتقن اللغة؟ وكأنه هو وكأنه مولود هناك، وكأنه متعلم اللغة عندهم. انت فاهم حاجة؟ كأنه مولود في وسطهم. فاللي هو انا قعدت كده، اللي هو ايه الموضوع يعني؟ اتعلم لغة كاملة؟ ده احنا بنقعد طول السنة، لو انت مثلا في السنة وبتقعد تذاكر انجليزي وفي الاخر بتيجي تنقص في الاخر، اللي هو انت ما بتبقاش فاهم اللغة اصلا، انت بتذاكر عشان خاطر ان انت عندك امتحان. فتخيل ان هو كان يعني اللي هو اتعلم اللغة، وهو مثلا ما كانش بيتعلمها علشان خاطر مثلا ان هو عنده ان هو راح يقدم على شغل، ولا مثلا ان هو رايح يعمل حاجة، ولا عايز يسافر، مثلا واحد عايز يسافر المانيا فبيتعلم الماني او، انت فاهم. لكن هو كان بيتعلم اللغة علشان خاطر ربنا، يعني لله، علشان خاطر الاسلام. انت فاهم؟ سيدنا محمد لما طلب منه ان هو يتعلمها، فده علشان خاطر حاجة تبع الاسلام وكده، فتعلمها. انت فاهم دماغي؟ فاللي هو ساعة ما كانت النية، يعني انت شايف النية كويسة، النية لله سبحانه وتعالى وعلشان خاطر الإسلام وكده، ربنا وفقه وتعلم اللغة بسرعة غير طبيعية. فده اللي انا عايز اقوله لك بقى، ان احنا واحنا رايحين نذاكر، احنا بنذاكر علشان خاطر الامتحان انا عايز انجح، لكن مش بتتحسب كده. اهم حاجة النية. النية وانا رايح اذاكر، طب ازاي يا يوسف يعني اعمل ايه يعني عشان النية يعني اعمل ايه برضو؟ النية يعني انا مثلا انا وانا رايح اذاكر، انا ما اكونش يعني انا عارف ان المذاكره تقيله على فكره، والمذاكره رخمه، مفيش حد بيحب المذاكره، انا ما بحبش المذاكره على فكره، ولما بقعد اذاكر انا مش حاببها، بس لازم اقعد. ده يعني انا مطلوب مني ان انا اعمل كده. يا عم لو مش يعني علشان خاطر ربنا، علشان خاطر ربنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لك ذاكر. قال لك وليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للإنسان إلا ما سعى في كل حاجة، في كل حاجة، والمذاكرة دي حاجة منها، المذاكرة دي حاجة منها. فربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالسعي، فالمفروض إن إحنا نسعى ونذاكر ونعمل اللي علينا. أنت وأنت رايح تذاكر خلي عندك النية، يا رب، يا رب جواك كده، يا رب أنا رايح أذاكر علشان خاطر يا رب أنت اللي أمرتنا بكده، أنت اللي أمرتنا إن إحنا نسعى يا رب، أنت اللي أمرتنا إن إحنا نذاكر، أنا هذاكر غصب عني علشان خاطرك يا رب، يا رب وفقني واكرمني. اللي هو خلي عندك النية، النية كويسة لربنا، هتلاقي ربنا هيوفقك، وهتلاقي ربنا هيكرمك والله، وهتلاقي ان الوقت يعني ربنا هيبارك لك فيه، هتلاقي نفسك بتذاكر بسرعة. انت تلاقيني حاطط لك في سورة الغلاف كده ذاكر بسرعة، ما هو انا مش ما فيش زرار هتضغط عليه هتبقى طلقة لو انت بتذاكر بالراحة، لكن ربنا هيبارك لك في وقتك، ربنا هيبارك لك في كل حاجة حرفيا، بس انت خلي عندك النية. تمام؟ فانا بقول لك اهو. ف انا مش عارف اقول لك ايه تاني، بس كنت نسيت اقول لك حاجه. يعني فاكر اخر فيديو انا عملته تمام، لما قلت ان انا خلاص هبدا مذاكره، وان انا لازم ابدا من دلوقتي، واللي هو خلاص، وكان عندي طاقه غير طبيعيه تمام. ذاكرت يوم، اليوم ده، تاني يوم على طول ما ذاكرتش، اللي هو امبارح ما فتحتش كلمه من الصبح. اللي هو صحيت لقيت النت فاصل، فاللي هو الحجه بقى بتاعتنا احنا بقى، اللي هو النت فاصل فانا مش هعرف اذاكر. لان فعلا كان في ريكوردات عايز انزلها وما كانش في نت. المهم فضلت نايم طول النهار، طول النهار نايم، ما صحيتش الا بعد العصر. صحيت بعد العصر، كان النت لسه ما جاش، استنيت شويه النت جه، قلت بقى خلاص بقى هقعد اذاكر، اقعد اذاكر بقى خلاص. ما كنتش اتغديت لسه، قلت يا واد يا يوسف اتغدى، قمت اتغديت ودماغي تقلت،
قمت انا قايل ايه ادخل انام، ما نمتش، فضلت قاعد على السرير لحد والله العظيم زي ما بقول لك كده، فضلت قاعد على السرير لحد الساعه 11 بالليل كده. 11 بالليل يا يوسف، يعني انت لا ذاكرت ولا نمت. فقمت انا قمت ايه قلت خلاص يعني انت لازم تقوم تذاكر، يمين شمال انت لازم تقوم تذاكر، لان انت مش هتعمل زي كل يوم. فاللي شجعني ان انا اصور الفيديو اصلا ان انا قعدت ساعتين اذاكرهم من بعد الساعه 12 يعني. اللي هو انا اتبسطت، اللي هو ان انا قعدت ذاكرت. وانا قاعد بذاكر لقيت نفسي ان انا انجزت، يعني بجد لقيت نفسي ان انا بذاكر والدنيا جميله والمنهج سهل اهو جميل. لقيت في دماغي بيقول لي ايه، ما انت لو كنت ذاكرت امبارح كان زمانك خلصت الماده، لكن انت دلوقتي زنقت نفسك. بس على طول اول ما يجي في دماغك كلمه لو ديا، لو اللي هتخلي نفسيتك وحشه ومش هتعرف تذاكر، قول قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله يا عم، الحمد لله اليوم عدى مفيش مشاكل. افرض يا عم انا كنت تعبت، انا كنت تعبان يا عم في اليوم ده، انت فاهم حاجه؟ فاللي هو بمعنى اصح اللي هو خلاص ما دام انت بدات وصدقت النيه مع ربنا وبدات خلاص، اللي هو بقى ما تشغلش بالك بقى انا ما اعرفش، اصل انا ما ذاكرتش امبارح، يا ريتني كنت ذاكرت. ما فيش حاجه اسمها يا ريتني، هو اللي حصل حصل، يا ريتني دي بتاعت الشيطان. تقول قدر الله ما شاء فعل وتسعى وتبدا جد. انا مش بقول لك الكلام ده على اساس ان انا دحيح دلوقتي، انا بجاهد نفسي زي زيك انت فاهم، يعني انا بحاول ان انا بقول الكلام ده لنفسي وبقوله ليك انت كمان، علشان خاطر تقوم وتذاكر، تقوم وتعمل اللي عليك. انت شفت الورقه اللي انا كنت موريها لك في الاول، انا كاتبها من زمان والله، اللي هو من يعني في قبل شهر يعني، من شويه يعني، كاتب اخر شهرين ذاكر خلي ختامه مسك، هات اخرك. هل الكلام ده هيشدني ويخليني اذاكر؟ بس انت فاهم، انت عارف، انت لما تكون انت بتمسك في اي قشايه، بتمسك في اي حاجه، انت عايز تذاكر، عايز تعمل اللي عليك، ما تستسلمش، جاهد نفسك، ما تستسلمش لنفسك. نفسك بتحب الراحه، دماغك بتحب الراحه، انت ما بتحبش المذاكره، ما حدش بيحبها، اقسم بالله ما حد بيحبها. انت لازم تجاهد نفسك. انا الفيديو ده انا ما عادش هعرف اصور بعده دلوقتي، عشان انا داخل امتحانات وعندي امتحانات من الترم، ولسه يعني بحاول بقدر الامكان ان انا الم الدنيا. انا كان عندي امتحان يوم الثلاث اللي فات، واللي هو ربنا عدها بكرمه. ممكن في حاجات سبتها ايا يكن انا عملت ايه في الامتحان، بس هو الحمد لله يعني انت فاهم، انا ما كنت يعني ايه، اللي هو ربنا اكرمني جامد جدا، يعني ربنا اكرمني جامد جدا بجد. إيه اللي هو خلاص بقى، خلاص. انا بكلمك وكانك في وشي على فكره، يعني انت ممكن تكون ورا الكاميرا بس انا شايفك، اعتبرني ان انا شايفك. فيلا قوم اتشجع كده وقول ان شاء الله لا انا هذاكر وهعمل اللي عليا. خلي عندك النية كويسة وابدأ دوس بنزين بقى، دوس بنزين. وفي حاجة تانية نسيت اقول لك، ده انت لو وصلت لاخر الفيديو، انا مش عارف انت ممكن اصلا تتفرج على الفيديو الاخر ولا لا، يعني انا مش عارف في حد هيتفرج عليا الفيديو ده كله ولا لا، انا ما اعرفش الفيديو كام دقيقة. الفيديو انا وصلت لكام، انا وصلت لل8 دقايق وفي 4 دقايق، المهم علينا. لو انت وصلت لهنا فيعني انا نسيت اصلا، انا كنت رايح اقول لك ايه، صح. في جروب انا عامله في تشانل كده، انا عاملها على تليجرام، اللي هو انا عاملها زي ستادي ويز مي او كده يعني. عاملها اللي هو انا مثلا هحط لك اللينك في التعليقات تحت. مثلا ان انا بقول ان احنا هنذاكر مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، ولما بقول كده لازم ان انت اي حاجه تسيبها في حياتك وتقعد تذاكر. تمام، يعني ايا يكن، لو انت عندك دروس تروح دروسك وتيجي وهكذا، لو انت عندك جامعه تروح وتيجي وهكذا. بس اللي هو حاجه اللي هو ستادي ويز مي، اللي هو انا اقول لك هنذاكر من كذا لكذا تقعد تذاكر. مفيش حاجه اسمها اصل انا واصل انا كسلت واصل انا، مفيش الكلام ده. انا مش هقبل باعذار، وهعرف ان انت ما ذاكرتش، تمام، هعرف. انا بقول لك اهو، انا هعرف لان انا بعمل فوت، تمام. واللي هو اللي ذاكر بيقول ذاكر، واللي ما ذاكرش بيقول ما ذاكرش، وانا عارف مين اللي ما بيذاكرش. ف... فاللي هو انا بقول لك اهو، يعني اعتبرنا ان احنا هو بنشجع بعض، ونمشي نعدي اليومين دول على خير، ونعدي ايام الامتحانات على خير. وان شاء الله يعني انا باذن الله من اول الترم الجاي هذاكر جامد قوي. باذن الله يعني ان شاء الله. مع العلم على فكرة ان ده اخر ترم ليا، بس انا بذلك يعني، بس ايش يعني. المهم يا صديقي، والى هنا نفس الكلمة اللي انا اقولها لك كل فيديو برضو، اعمل لك زي اليوتيوبر الكبار مع ان انا ما حدش يعرفني. المهم، والى هنا يا صديقي، اتمنى انك تكون استفدت، واتمنى انك تسعى بقى وتسترجل علشان ما عادش حاجة. فخلي ختامها مسك، خلي ختامها مسك، تمام. يلا سلام.